بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنشرح الدرس الثالث في الوحدة الثانية علوم اولى اعدادي ترم اول، اللي هو الطاقة الحرارية. اول عنصر في الدرس اللي هو ازاي نحصل على الطاقة الحرارية او الحرارة. اول طريقة اللي هي الاحتكاك. لو حكيت ايديا الاتنين ببعضهم هحس بحرارة او سخونة. لو حكيت عود الكبريت بالعلبة هيشتعل عود الثقاب او عود الكبريت، اذا الاحتكاك بيولد حرارة. لو ضغطت على الفرامل بتاعة الدراجة ولمست الإطار هحس ان الإطار ساخن، اذا الاحتكاك بيولد حرارة. طيب، هنعمل تجربة. هنجيب برطمان بلاستيك ومجموعة من كرات معدنية ونحط الكرات في البرطمان ونعين درجة حرارتهم، وبعدين نرج البرطمان بالكرات ونعين درجة حرارة الكرات تاني. هنلاحظ ان درجة حرارتهم عالية بسبب احتكاك الكرات ببعضهم، وكل ما زادت سرعة الرج، كل ما رجيت أسرع، كل ما ارتفعت درجة حرارة الكرات، يعني كل ما الكرات سخنت أكتر. طيب، إذن زيادة السرعة بتزود درجة الحرارة عشان الطاقة الحركية أو طاقة الحركة بتكون كبيرة. طيب، إذن طرق الحصول على الطاقة الحرارية، أهم هذه الطرق هو الاحتكاك. عند الضغط على فرامل الدراجة أثناء سيرها ترتفع درجة حرارة الإطار بسبب الاحتكاك بين إطار الدراجة والفرامل، يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها. تزداد درجة حرارة الأجسام بزيادة سرعتها، لأنه بزيادة السرعة تزداد طاقة الحركة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. طيب، أذكر 3 تطبيقات تكنولوجية على الاحتكاك. أول حاجة الشعور بالدفء عند احتكاك كفي اليدين شتاء، اشتعال عود الثقاب عند احتكاكه بسطح خشن، سخونة المسمار عند نزع بقوة من لوح خشبي، وذلك بسبب تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. إذا بالاحتكاك لما بحك ايديا الاتنين في بعض، ده كده طاقة حركية أو طاقة ميكانيكية، ينشأ حرارة. إذا تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. طيب، كيفية انتقال الحرارة. تاني عنصر في الدرس هو كيفية انتقال الحرارة أو تعريفات درجة الحرارة والطاقة الحرارية. لو جسمين مختلفين في درجة الحرارة وتلامسوا، الحرارة هتنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، أو من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة، لغاية ما يتساوي الاتنين في درجة الحرارة. واحنا عارفين ان الحرارة صورة من صور الطاقة. إذا الطاقة الحرارية أو الحرارة هي صورة من صور الطاقة، تنتقل من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة. طب نفرض إن في جسمين لهم نفس درجة الحرارة وتلامسوا، إيه اللي يحصل؟ الحرارة مش هتنتقل ما بينهم. شرط انتقال الحرارة إن يكون في واحد أعلى من واحد، أو يكون في فرق في درجات الحرارة. طيب، تعريف درجة الحرارة. لو قلت درجة حرارة جسم 60، اذا الجسم ساخن. مثلا حتة حديدة مثلا درجة حرارتها 60، اذا الجسم ساخن. ودرجة حرارة جسم 20، هفهم ان الحرارة هتنتقل من اللي درجة حرارته 60 الى اللي درجة حرارته 20. يعني لما عرفت درجة حرارة الجسمين، عرفت الحرارة هتنتقل منين، من انه جسم للتاني. اذا درجة الحرارة هي الحالة الحرارية للجسم، والتي يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسته لجسم آخر. طيب، العنصر الثالث في الدرس اللي هو طرق انتقال الحرارة. 3 طرق: طريقة التوصيل، وطريقة الحمل، وطريقة الإشعاع. أول طريقة اللي هي التوصيل. التوصيل بيكون في المواد الصلبة فقط، من الجسم اللي درجة حرارته عالية إلى الجسم اللي درجة حرارته أقل. زي ايه؟ المعلقة اللي انا بقلب بيها الشاي، طرفها اللي مغمور في الشاي بيسخن، وطرفها البعيد اللي انا بمسك منه بيسخن هو كمان. انتقلت الحرارة من الطرف الاعلى حرارة الى الطرف الاقل حرارة، عشان كده شعرت انا بسخونة الملعقة. اذا انتقال الحرارة بالتوصيل
هي انتقال الحرارة من خلال بعض الأجسام الصلبة من الطرف الأعلى في درجة الحرارة إلى الطرف الأقل في درجة الحرارة. علل لما يأتي: ارتفاع درجة حرارة جسم صلب بارد عند ملامسته لقطعة حديد ساخنة بسبب انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم الأقل ده في درجة الحرارة. إذا انتقال الحرارة بالتوصيل ده بيحدث في المواد الصلبة من طرف إلى آخر. طيب ثانيا، انتقال الحرارة بالحمل. الحمل بيحدث في السوائل والغازات. يعني ايه؟ لو حطت مية في إناء على النار، بيسخن المية اللي تحت الأول وبعدين تطلع لفوق، وبعدين ينزل مكان المية اللي طلعت ديت مية باردة تسخن تطلع لفوق، وهكذا تستمر صعود وهبوط تيارات الحمل أو تيارات السائل. البارد ينزل تحت كثافته كبيرة، والساخن كثافته صغيرة يطلع لفوق، كثافته صغيرة يطلع لفوق. وزي كده برضو في الغازات الطريقة دي اسمها طريقة الحمل. نفس اللي يحصل في السوائل بيحدث في الغازات. إذا انتقال الحرارة بالحمل هي انتقال الحرارة من خلال الأوساط السائلة والغازية بصعود الجزيئات الأقل كثافة لأعلى، وهبوط الجزيئات الأعلى كثافة لأسفل. طيب علل لما يأتي: توضع المدفأة على أرضية الغرفة لأن الهواء عندما يسخن تقل كثافته ويرتفع إلى أعلى ويحل محله هواء بارد، ويستمر صعود وهبوط تيارات الهواء حتى يتم تدفئة الغرفة. طيب تاني سؤال: يثبت الفريزر أعلى الثلاجة لأن الهواء عندما يبرد تزداد كثافته فيهبط لأسفل ويحل محله هواء دافئ أو أقل برودة، ويستمر صعود وهبوط تيارات الهواء حتى يتم تبريد الثلاجة بالكامل. إذن التوصيل بيتم في خلال المواد الصلبة، والحمل في المواد السائلة والغازية. طيب بعد كده انتقال الحرارة بالإشعاع. طريقة الإشعاع طريقة لانتقال الحرارة ما يشترطش وجود وسط مادي، يعني تنتقل الحرارة في وسط مادي ومن غير وسط مادي. الشمس حواليها فراغ ومع ذلك تنتقل الحرارة، والأرض حواليها هواء ومع ذلك تنتقل الحرارة. إذن الإشعاع هو انتقال الحرارة من جسم درجة حرارته مرتفعة إلى الوسط المحيط دون الحاجة إلى وسط مادي. إذا انتقال الحرارة بالإشعاع هو انتقال الحرارة من جسم درجة حرارته مرتفعة إلى الوسط المحيط دون الحاجة إلى وجود وسط مادي تنتقل خلاله. طيب ملحوظة: تنتقل الحرارة من الشمس إلى الأرض بالإشعاع. كل المصادر الضوئية تنبعث منها الحرارة بالإشعاع، والشمس هي المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات. طيب العنصر الرابع في الدرس هو التطبيقات التكنولوجية اللي بتنتج حرارة. ايه هي التطبيقات التكنولوجية اللي بتنتج حرارة؟ قبل ما ناخد التطبيقات هناخد السؤال ده: علل لما يأتي. لا تنتقل حرارة الشمس إلينا عن طريق التوصيل أو الحمل. لا تنتقل عن طريق التوصيل لأن الهواء الجوي رديء التوصيل للحرارة. ولا تنتقل عن طريق الحمل لأن هناك فراغ شاسع بين الشمس والأرض. طيب رقم 2: نرتدي الملابس الداكنة في فصل الشتاء والملابس الفاتحة في فصل الصيف، لأن الملابس الداكنة تمتص الإشعاع الشمسي والملابس الفاتحة تعكس الإشعاع الشمسي. طيب التطبيقات التكنولوجية اللي بتنتج حرارة. احنا عارفين ان مصادر الطاقة اما دائمة اما متجددة اما غير متجددة او غير دائمة. ايه هي الأجهزة اللي بتطلع حرارة؟ اول جهاز السخان الشمسي، بنستخدم فيه الطاقة الشمسية. مصدر الطاقة الشمسية او الشمس، وبالتالي هو غير ملوث للبيئة، ونوع مصدر الطاقة دائم. طيب رقم 2: السخان الكهربائي، مصدر الطاقة كهرباء وغير ملوث للبيئة، ونوع مصدر الطاقة متجدد. طيب المدفأة الكهربية، مصدر الطاقة كهرباء وبالتالي غير ملوث للبيئة، ونوع مصدر الطاقة متجدد. مدفأة الفحم، بنستخدم فيها الفحم، ده مصدر الطاقة اللي بيشغلها، والتأثير على البيئة ملوثة للبيئة. الفحم بيلوث البيئة عشان بيحترق وبيطلع غازات ضارة.
ونوع مصدر الطاقة غير دائم أو غير متجدد. الموقد البترولي بستخدم فيه مشتقات البترول وبيأثر على البيئة، ملوث للبيئة وغير متجدد أو غير دائم. وفرن الغاز بستخدم فيه الغاز الطبيعي وملوث للبيئة وغير دائم. طيب، ممكن أحول الطاقة الشمسية إلى صورة أخرى. زي إيه؟ الخلايا الشمسية تتحول فيها الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، والسخان الشمسي والمدفأة الشمسية والمطهى الشمسي والفرن الشمسي. الفرن الشمسي يستخدم في صهر المعادن، والمطهى الشمسي يستخدم في طهي الطعام، والسخان الشمسي يستخدم في تسخين المياه. كل الأجهزة ديت بنستخدم فيها الطاقة الشمسية وبتتحول إلى طاقة حرارية. ممكن برضو الطاقة الشمسية تتحول إلى طاقة كيميائية في عملية البناء الضوئي. تتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية. النبات بيستغل ضوء الشمس، بيستخدم ضوء الشمس علشان يكون الغذاء بتاعه. إذا بتتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية.